بص يا كابتن خالد، هو انا طول عمري لله في لله كده ما بحبكش يا جدع. ما بتنزليش من زور والله. عمري لا اقتنعت بيك ولا رمز ولا اسطوره. حتى لما كان حد بيقول اسمك ضمن الاساطير كنت بستغرب. بس كل واحد حر. تصريحاتك كده مايعه وحياديه لابعد الحدود عشان ترضي جماهير الاهلي، معرفش ليه. مع اني عمري ما شفت كابتن من كباتن الاهلي بيبقى حيادي عشان يراضي جماهير الزمالك، ما شفتهاش في حياتي، ودي نقطه هيوم عليها بالمناسبه. المره الوحيده اللي انت كنت مع جماهير الزمالك وضد جماهير الاهلي لما كنت شغال في قناه الزمالك وبتقبض منها. لكن اي قناه تاني بتروحها غير قناه الزمالك تصريحاتك بتبقى مايعه كده وبتريحنيش. الصوره دي يا كابتن خالد اللي انت عملتها عشان تزود جماهيرك او عشان تلم شويه ريتش، والله العظيم هتبقى كفيله ان هي تنزل شعبيتك الارض. كده كده جماهير الاهلي ما بتحبكش ومش هتضحك عليهم باللقطه دي. الجماهير اللي كانت بتدعمك وبتساندك وبسببها كنت بتطلع على الفضائيات وبتحلل هي جماهير الزمالك. 90% منهم بعد الصوره ديت ما بقتش تفرق معاه في حاجه. يعني انت عملت كل ده عشان تاخد اللقطه وتعمل شو، والله العظيم هتجيبك الارض. وبالهنا والشفا يا معلم.